عاوز أكلمكم عن حياة بلا هموم، وعاوز أخد الشعار ده سهل قوي، لأنه ده شعار السنة بالنسبة لي أنا وبالنسبة لخدمة أنبا برام عموما يوم الثلاث كمان. هي إن السنة دي اعتبرناها سنة الاتكال، لو أنتوا فاكرين يعني اللي بيتابعوا معانا يوم الثلاث. فالشعار في المزمور بيقول يفرح يفرح. كان ممكن أكملها يفرح الأغنياء، لا. يفرح المتزوجين، أكيد لا. يفرح الآباء والأمهات، لا. يفرح الخدام، برضو مش ضروري. يفرح اللي بيفرح، مش اللي عنده حاجة مش عند غيره. اللي بيفرح هو اللي بيعرف يعمل ايه؟ اللي بيعرف يتكل. يبقى مفتاح الفكرة في رأيي اللي تحل كل أزمة الهموم والتفاعل مع الستريسز المستمرة دي، هو أن أنا أعرف أعيش العيشة دي اللي بيقولها المزمور في جملة صغيرة قوي: يفرح جميع المتكلين عليك. Rejoice who put their trust in you. اللي بيعرف يحط ثقته فيك. إذا واضح إنها أزمة ثقة. الحياة المهمومة المغمومة هي أزمة إيمان، أزمة ثقة. لو عندي ثقة أكبر من كده أنا هعيش أسعد من كده، بغض النظر عن أي ظروف. وكلكم شفتوا ناس ظروفهم قاسية أكثر سعادة. الفرق على طول في الكلمة دي، الناس دي عارفة تتكل، أو بتعبيرها متعودة تتكل. تعالوا نعيش مع المعنى ده شوية. الاتكال مفرح. يبقى الحياة في المسيح مبهجة مفرحة لما تكون مبنية على فضيلة الاتكال. واحد بيرمي أول بأول، واحد مش بيفكر 100 مرة، هي مرة والباقي عليه هو. تعبيرات تانية بقى أوريكم قد إيه المزامير غنية بالمعنى ده. يعني في عشرات المزامير بتتكلم في الاتكال. مثلا طوبى لجميع المتكلين عليه، يبقى مرة قالها يفرح ومرة قال يا بخته. شوف بقى لما تغير من واحد صح، غير من واحد بيعرف يتكل. لا تغير من غني ولا تغير من مهاجر، ولا لا لا، غير من واحد عارف يتكل بجد. ده بقى يستاهل كلنا نبص له بس ما نحقدش عليه. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتكل عليه، نفس المعنى. مرة كمان يقول بسلام أضطجع وأنام، أنت يا رب وحدك أسكنتني على رجاء. أسكنتني على الرجاء يعني أنا هعرف أنام. خلي بالكم الناس مش بتعرف تنام، والنوم دلوقتي ممكن يبقى مضطرب. يعني نمت بس ما نمتش كويس، ما عرفتش تستمتع بالنوم، صاحي كأنك ما نمتش. ليه؟ الدماغ الفولت عالي، فأنت مأثر حتى على ساعات نومك، ما استفدتش من النوم الطبيعي بتاع الأطفال. ليه؟ لأنك أنت دماغك مش راضية تسكت بزيادة. ده بالنسبة لنا احنا كناس روحيين كل ده نقص اتكال. سلاما أضطجع وأنام، أصلك أنت يا رب أسكنتني على رجاء. يعني إيه؟ أنت وعدني بكرة تبقى معايا وكله هيمشي كويس. طب أنا أفكر ليه؟ مرة كمان في المزمور يقول، أنا بجمع بس شوية آيات: أما أنا فعلى رحمتك توكلت. التعبير ده جميل قوي برضو. ليه؟ أنا مش بس I trust in you, I trust in your mercy. يعني أنا متأكد إنك رحيم قوي، لأنه أنا مش هجيلك وأنا بقول لك سوري وأنت تقول لي مش عاوز أشوف وشك. ما فيش حاجة اسمها كده. أنا متأكد إنك حنين، متأكد إنك طيب، متأكد إنك رحيم وتحب ترحم. فده بيديني أمان، بيديني اتكال. حتى لو غلطت، حتى لو بعدت عنك، أنت مش من النوع اللي يقول لي مش أنت بعتني أبيعك. مفيش كده عند ربنا. كمان الاتكال بيدي أفضل نتائج. يعني إيه؟ خلونا نعيش مع فكرة ماذا لو فكرنا بزيادة؟ النتيجة إيه؟ في بعض المواضيع فكر بزيادة قوي وحلل قوي واكتب وما تفوتكش نقطة. في حاجات كتيرة قوي مش في إيدك. عارف لما يقول لك ده عامل خطة ما تخرش المية، بس الخطة دي بتتكلم عن مشروع في بلد. البلد دي بيحصل فيها ظروف وفيها قوانين وهتتعامل مع ناس كتير، فانت مهما انت فكرت وخططت ده انت بس
لكن انت مش صاحب القرار، في ملابسات كتيرة قوي مش في ايدك انت. في الحقيقة التفكير الكتير قوي مش احسن حاجة برضه. طب واحد عمل كل الضمانات والتأمينات عشان يحط رجله صح في كل خطوة، صدقني ولا ضمانات ولا تأمينات، مفيش حاجة اسمها كده. هو أفضل نتائج بتيجي مع الشخص المتكل. بمعنى إيه؟ اللي عارف يرمي على ربنا هو نفسيا أسعد، كمان ربنا زي اللي فتحت له اديته مساحة من الحرية يشتغل. طبيعي ربنا بيعمل أحلى شغل. خلي بالكم قلة الاتكال كأننا بنقول لربنا معلش دي الدايرة اللي تتحرك فيه، أكتر من كده ممنوع، أنت عليك تشتغل في الحتة دي بس، أنا عليا دي. فيقول لك حاضر، ربنا أصله ما فيش أطيب منه، فتحطه يتحرك في حتة قد كده يتحرك. وسعت عليه وقلت له لا بص أشيلك بقى كل الحتة دي وأنا عليا الحتة دي، حاضر. عجبتك اللعبة قلت له طب بص شيل كله وأنا مش هشيل حاجة، حاضر. يبقى احنا اللي مغفلين بصراحة. الاتكال بطبيعته بيجيب أفضل نتائج. مش ممكن واحد يتكل على ربنا وربنا، يعني عارفين اللي بيرمي عيل في الهواء وبعدين يعمل ايديه ورا ظهره كده يقول له ها سبتك تقع؟ في حد في حد محترم هيعمل كده؟ مش ممكن. ليه الطفل لما بيترمي في الهواء بيضحك؟ المفروض يتسرع ويصوت، مش كده؟ لانه متاكد انه بيتشال، متاكد ان اللي رماه في الهواء هياخده في حضنه، فبيبقى مستمتع. انما احنا مش مستمتعين، احنا بنصوت لان انا مش شايف اللي بيشيلني، انا فاكر انه راميني. يبقى انت مش فاهم حاجه. فالاتكال بيدي افضل نتائج، بيحول التحديات اللي في حياتنا والمتاعب الى فسحه، الى لذه. يعني لما تبقى داخل على حاجه كبيره وحاجه غامضه، انت داخل تنبسط لانك متاكد بص شوف بقى ربنا هيعمل ايه، غير يا نهار اسود على اللي هيحصل. كأنك داخل على حاجات غامقة كده وما انتش عارف ده ايه، وربنا طلع من الصورة. يبقى الاتكال مبهج، والاتكال يجيب لك أجمل نتائج. طول ما انت بتفرك وبتدخل دماغك بزيادة على فكرة النتائج واقفة، النتائج متعطلة، لأن الفرق الزيادة والغلب الدماغ ده والقلق بيخليك عمال تخسر حاجات وانت مش دريان. آيات تانية تقول الاحتماء بالرب خير من التوكل على الإنسان، الرجاء بالرب خير من الرجاء على الرؤساء. يعني في ناس بتحط أمانها مثلا في علاقات، تعرف وزير، تعرف مش عارف لواء ايه، تعرف. هو الحاجات دي عمرها ما تدي أمان ولا تدي سلام، الهم مش هيخلص. هو بسرعة كده أهم حاجة تجري على ربنا زي العيل الصغير كده. مرة كنا في ميشن كده في بلد من البلاد، وحصل أزمة كبيرة، وبعدين لقطت ان خادم خد جنب بسرعة وخد كورنر كده وقعد يعمل مطانيات من غير ما حد ياخد باله. انا جالي احساس بالامان اول ما شفت المنظر ده. هو الوحيد اللي اتصرف صح. احنا على طول دخلنا في الكلام هنعمل ايه، بس هو بمنتهى السلاسة كده انسحب وخد جنب واشتغل مطانيات. فاهم صح؟ قبل ما نتكلم ونفكر هنعمل ايه، الموضوع مش بتاعنا، احنا بنشتغل عنده، خلاص هو يحلها بطريقته. يبقى أفضل نتائج هتطلع دايما بالاتكال، مش بالتفكير ولا الحسابات ولا بالناس ولا العلاقات. مرة تانية يقول يا مخلص المتكلين عليك بيمينك من المقاومين، ميز مراحمك يا مخلص. You save those who trust in you. يعني أنت لازم تنقذ اللي يتكل عليك. يبقى مرة قال بيفرح، ومرة قال يا بخت blessed طوبة، ومرة قال لازم يخلصوا. إذن الوعود مع كلمة الاتكال كتيرة قوي. لو اتكلت هتفرح، لو اتكلت هيحصل أحلى حاجة، لو اتكلت لا يمكن تتأذي، هيخلصك لازم. بس اشتغل على الحتة دي، ده اسمها اتكال.
في مزمور تاني يقول عليك اتكل آباؤنا اتكلوا فنجيتهم. يعني ايه؟ بصوا بقى، ده درس جميل من التاريخ. تعال نقرأ الإنجيل من أول صفحة لآخر صفحة. عمرك سمعت عن حد حط ثقته في ربنا وخذله؟ مش ممكن. أراهنك بقى، شفت حد في التاريخ الكنيسة حط ثقته في ربنا وخذله؟ مش ممكن، ما بيحصلش. إلا لو كان عنده ثقة في ربنا مشروطة. يعني إيه؟ لازم تعمل لي اللي أنا شايفه. لا لا، كده ما يصحش، أنت كده مشغل ربنا عندك. يعني إيه؟ لازم تشفيني؟ لا حبيبي، هو بيقول لك ثق وسيبني أعمل أحلى حاجة. لازم هتطلع كسبان وهتطلع فرحان وهتطلع في خلاص، تبقى تخلص. لكن ضروري المشكلة تحل دلوقتي؟ لا. أو المرض يروح دلوقتي؟ لا. أو النتيجة الحلوة تظهر دلوقتي؟ برضو لا. ما تحطليش شروط وأنا بشتغل، ربنا ما يحبش نتشرط عليه. لكن مش ممكن تثق فيه وتتكل عليه وتقع من إيده أبدا، مفيش حاجة اسمها كده أبدا. فبيقول هم كل أبائنا عليك اتكلوا فنجيته. لأن اللي عدوا من البحر ما انزلش عليهم المية، واللي دخلوا في مع عماليق انتصروا، ويشوع دخل على مش عارف كم و30 ملك، ولا ملك منهم وقف قصاده. الثلاث فتية دخلوا النار وطلعوا حلوين. دانيال دخل الجب وطلع زي الفل. بولس اتسجن كذا مرة. هتقول لي آخر مرة استرشد، أقول لك ده كان هو اللي عاوز، ده كان متفق مع ربنا. تقدرش تقول انه آخر مرة لما استرشد يبقى ربنا خذله. خذله ايه؟ ده من بدري عاوز يمشي. استفانوس ربنا خذله؟ لا خالص، ده كان وشه منور وهو رايح السماء. إذا ما فيش ولا واحد منهم كان خسران. تعبير تاني في المزمور يقول ايه؟ Let me not be ashamed. لا تدعني أغزى. ما تكسفنيش يا رب. ممكن تقولها في صلواتكم دي؟ ما تكسفنيش يا رب. ممكن تقولها للناس هيكسفوك على فكرة، بس تقولها لربنا. في ناس تعمل معانا الحركات قبل ما تطلب الطلب، تقول لك يا ابونا هأطلب حاجة بس ما تكسفنيش. أنا طبعا في الأول كنت بقع زي البتاع كده، أقول له حاضر، وبعدين الاقي طلب مش هينفع، فابتديت أقول له لا معلش مش هقدر أوعدك، قول لي بالظبط الطلب وبعدين أشوف. مع ربنا ما عندناش مشكلة، قول له ما تكسفنيش، مش هيكسفك حتى من قبل ما تطلب. فهنا بيقول لا يغزى لأني لا أغزى لأني عليك توكلت. أنا حطيت ثقتي فيك، ما تكسفنيش. خلاص مش هكسفك. تصور لما واحد يقول له رب أنا حاطط ثقتي فيك، مهما حصل تدخلني السماء، هيقول له إيه؟ حاضر يا حبيبي. بالبساطة دي؟ طبعا. حاطط ثقتي فيك يا رب إن المشكلة دي قصرت ولا طولت يبقى لها آخر. حاضر. حاطط ثقتي فيك إن الخطية دي تروح النهاردة تروح بعد سنة، بس لازم تروح. تعبت. حاضر. حاطط ثقتي فيك إن الشخص ده يرجع. حاضر. هو اللي بيقول كده. فما تكسفنيش، مش هكسفك، لأن الطلب مش وحش. هكسفك ليه؟ يبقى احنا تصور بقى واحد عايش على اتصال مستمر مع ربنا، أول بأول بيرمي على ربنا. هي دي الحياة التي بلا هم. ده ممكن يبقى عنده الغلا عادي وعنده مشاكل مع الناس والخدمة فيها هموم الدنيا وصحته ملصمة عادي، بس هيبقى عايش حياة بلا هم، أو بمعنى أدق بلا غم. فيها هموم بمعنى ستريسز، بس ما فيهاش غموم بمعنى ديبريشن، بمعنى وقع فيها. لا ما وقعش. الاتكال كمان مرتبط قوي بكلمة يتكل عليك العارفون اسمك. ودي بقى تدريب مهم بتاع صلاة يسوع. اللي عارف اسمك يعرف يتكل عليك. عشان كده صلوات الإنجيل وصلوات الكنيسة تلاحظوا فيها دايما ان احنا بنوصف ربنا قبل ما نصلي. يعني لما تقروا صلوات القداسات اغلب الصلوات فيها وصف لله. ايه قيمة انك تقول يا الله العظيم الابدي؟ ما تقول على طول يا رب خلينا في المفيد، املأ قلوبنا من سلامك. لا لا، اختش. يا الله العظيم، او يا رئيس الحياة، او فاهمين؟ نقعد نوصف. ايه قيمة الوصف ده؟ الوصف ده ربنا مش مستنيه، ما هو عارف نفسه.
لكن أنا لما بوصف ربنا أنا بقول له أنا عارفك، أنت طبيعتك كده، أنت طيب، أنت رحيم، أنت محب البشر. مرة ست عجوزة بتقول لي إيه، يا ابونا كل القداس كوم، وكلمة محب البشر دي كوم، أول ما بتقولوها في القداس أنا بيبقى قلبي بيرقص. عجبتني أوي، سايبة كل القداس وتيجي عند محب البشر. اكتشفت ان في الاصل في الغريغوري بنلحن دي بالذات بمزاج، يعني تتقال بنغمة كده، محب البشر، يعني خلي الناس ايه تتمزج. طب يبقى هو التأمل في صفات الله هو ده اللي بيخليك تتكل على ربنا. انت نسيت مين ربنا، انت نسيت مين ربنا، فنسيت نفسك. انت افتكرت نفسك بني ادم عادي مرمي في الدنيا والدنيا تلطش فيك. ايه هو ده؟ نسيت ابوك، نسيت اللي خلقك، نسيت اللي مات عشانك، نسيت الروح القدس اللي فيك، نسيت دعوتك باسمك، نسيت كل حاجة. فانت لما بتنسى بتبقى طبعا ضعيف وغلبان قوي. يتكل عليك العارفون اسمك. يبقى اللي بيعرف يتكل هو اللي عارف اسم ربنا، عارف اسمه ببساطة، يعني فهمه. يجي عند أبانا الذي يقول أبانا ويعلق أبويا، ففهمه، عارف كويس يعني ايه اب، واحلى من اي اب في الدنيا، واب ما بيموتش وما بيتغيرش. يتكل عليك العارفون اسمك. او بمعنى تاني يقول به تفرح قلوبنا لاننا على اسمه القدوس اتكلنا على اسمه. فعلا اسم ربنا ده بيعمل معجزات. قديس بطرس ببساطة في أعمال 3 لقى الراجل الشحات، قامت طلعت في قلبه كده، طب ايه أنا معيش فلوس أديله، أديك حاجة أحلى من الفلوس، باسم يسوع المسيح قوم وامشي. اتقلبت البلد كلهم، وفضلوا يقولوا دول بيعملوها ازاي معجزات. قال لهم استنوا، انتوا فاكرين بتقوانا او قوتنا جعلنا هذا نمشي؟ لا، ان اسم ربنا يسوع. فده واحد متأكد من الاسم فبيستخدمه وبيقوله من قلبه، بينادي عليه كتير، فده مديله نوع من الطمأنينة والسلام لأنه عارف يتكل عليه. يقول هؤلاء بالمركبات، هؤلاء بالخيل، أما نحن فباسم الرب إلهنا نذكر أو ننادي أو نتذكر. أما أنا عليك توكلت يا رب، قلت إلهي أنت. بدل بعرف أقول أنت إلهي أعرف أتكل عليك. تعالوا نراجع. أنا قلت 3 أفكار. الاتكال مفرح. 2، الاتكال يطلع أحلى نتائج، يعني ما تفتكرش ده تقصير منك، بالعكس ده انت تبقى شاطر لو عرفت تتكل وتسلم. 3 حاجة، الاتكال مرتبط بالاسم. كلم ربنا كتير وافتكر صفاته ونادي على اسمه تعرف تتكل. 4 نقطة، الاتكال يحتاج إلى مسكنة بالروح. كل ما الواحد عرف حجمه كل ما عرف يتكل. مشكلتنا ان احنا شايفين روحنا اكبر من حجمنا، فاكرين نفسنا احنا اللي هناخد قرارات، احنا اللي هنسوق، احنا اللي هنربي العيال، احنا اللي هنشوف يمين ولا شمال. وفي ناس بتعاملنا على اننا ناس كبار ومسؤولين، فصدقناهم واتضحك علينا. حضرتك لسه طفل صغير ما بتفهمش حاجة، وعلى قدك قوي، وبكرة شوية تراب، والحكاية كلها يعني بسيطة خالص. فانت لو ادركت حجمك بقيت مسكين بالروح، عرفت ضعفك، هيبقى بديهي انك تتكل، لانه خلي الحاجات الكبيرة للكبير يعني. فكل موضوع تقول ده كبير عليا يبقى تبعه. طب حط اي موضوع وقول كبير عليا، هيشيل كل حاجة. فهنا يقول إليك يسلم المسكين أمر. على فكرة أنا لاحظت في العربي كلمة التسليم قليلة قوي في الكتاب، بس الكلمة الأكتر هي الاتكال. كلمة الاتكال موجودة مئات المرات، بس التسليم دي كلمة يعني احنا بنستخدمها ساعات، بس هي نفس المعنى. إليك يسلم المسكين أمره، والمسكين جاء في الترجمة helpless، الشخص اللي واقف مش لاقي مساندة من حد ومش لاقي مخرج خالص، بيسلم، بيقول يا رب خلاص ماليش غيرك اتصرف. لما بتبقى مسكين بتعرف تسلم، لما بتقف عاجز بتعرف تسلم. طب ما تقف عاجز بالذوق من الأول، ما من الأول تقول له أنا أصغر من أن أنا أخد قرارات،
ما أعظم جودك يا رب الذي ذخرت لخائفيك وفعلت للمتكلين عليك. يعني بص شوف هيحصل معاك ايه لما تسلم. لو اتكلت هتشوف ما أعظم جوده. يعني ربنا كريم قوي مع الناس اللي بتعرف تتكل عليه. كل ما نتكل عليه لا يعاقب. يبقى ربنا مش بيحاسبنا على كثرة خطايانا، إنما إحنا اللي بنجيب المشاكل لروحنا بقلة اتكالنا على ربنا. أخيرا في أصوات ضد الاتكال. في حاجات بتعطل فضيلة الاتكال والتسليم. عاوزين نعيش حياة بلا هم. ففي صوت بيقول ايه؟ على الرب توكلت، كيف تقولون لنفسي اهربوا الى جبالكم كعصفور. حد فاهمها دي؟ في صوت بيقول لي اهرب، هاجر، اعمل، خلص، ادفع فلوس، كلم فلان. يبقى اي صوت بيستعجلني ان انا احل مشاكلي بدراعي بيعطل الصلاة وبيعطل الاتكال. اي صوت بيستعجلني اخد قراري بنفسي من غير ما ارجع اقول له حوش يا رب، الحق يا رب، تصرف يا رب، انا باذي روحي. فكيف تقولون لنفسي، انتوا بتضحكوا عليا؟ انا ليه اهرب وليه اعمل نفسي عصفورة خايفة؟ ما انا ممكن ببساطة اتكل على ربنا هو يعمل اللي هو عاوزه. فهنا بيقول على الرب توكلت، كيف تقولون لنفسي، او بمعنى ابغضت الذين يراعون اباطيل كاذبة، اما انا فعلى الرب توكلت. الناس اللي عمالة تحوش زيادة قوي عشان يأمنوا مستقبلهم أو عيالهم، دي أصوات ضد الاتكال. لما تسمع إن واحد عامل لعياله مش عارف شهادة تأمين ب500,000، تقول الله، ده أنا منفعش أب بقى. إيه الخيبة اللي أنت بتقولها دي؟ وهو ده اللي هيأمن العيال؟ مين قال لك الكلام ده؟ دي أصوات كلها بتاعت إيه؟ يراعون أباطيل كاذبة. دي شوية أكاذيب، والحاجات دي بتمنع بعد الشر الحوادث ولا الأمراض ولا الموت، ولا بتمنع حاجة خالص، تطلع شوية فلوس في الآخر. يبقى حاسب من الأصوات اللي إيه بترجعك للدنيا تاني. ربنا بيقول لك ارمي عليا ما تخافش، والدنيا تقول لك سيبك من ربنا، احسبها كويس، حوش كويس. من الأصوات قل طوبى للرجل الذي جعل الرب متكله ولم يلتفت إلى الغطاريس والمنحرفين إلى الكذب. شوفوا قد إيه آيات عن الاتكال في المزامير. يا بخت الراجل اللي بيعرف يحط ربنا دايما مرجعه ومتكله، ما بيبصش على المتكبرين اللي بيتكلوا على أسمائهم أو غناهم أو شخصياتهم أو كده. تدريب الاتكال. أولا، هل ينفع الاتكال يبقى فعل أمر؟ ينفع ولا لا؟ مين يفتي؟ ينفع. أقول لك اتكل، الآية بتقول توكل، فعل أمر. طب تتعمل إزاي؟ هي طبعا فكرة أنه الاتكال دي حاجة بتطلع لوحدها المفروض من القلب، لكن زي الفرح. ما هو الفرح لو سألتك هو ينفع الفرح يجي فعل أمر، هتقول لي في الأول لا، لكن الكتاب قال افرح. يبقى أنت بتختار تتكل أو ما تتكلش. أنت بتحدد موقفك، هترمي على ربنا ولا هتركن ربنا. يبقى في حركة نفسية داخلية ذهنية كده بتقول هتتكل ولا مش هتتكل. هتتكل يعني ما تفكرش كتير، يعني هتقاوم القلق، يعني هتوقف دماغك، يعني هتفرح، يعني هتتعامل وكأنه كل حاجة هتمشي كويس. ده اسمه الاتكال. فهنا الفعل فعل أمر، trust in the Lord، فعل أمر، توكل. يبقى الفضيلة دي مش هتيجي بشوية وعظ ولا شوية معاني، هي هتيجي بالإرادة. يعني أنت تختار تقول له عليك توكلنا، حطيت اتكالي فيك يا رب. تقولها بأي طريقة، اتكلت عليك يا رب، صرف يا رب، مش هفكر كتير، هوقف دماغي. إذا هنا ببساطة حتى كمان بقية الآية بتوضح يعني إيه تتكل. فبيقول وعلى فهمك إيه لا تعتمد، لأن هو ده البديل. البديل إنك مخك يفضل شغال 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 شغال، يبقى ما عندكش اتكال. يبقى أزمتنا مع الاتكال هي أزمة دماغنا، إن إحنا مخنا واخد مكان ربنا. صلي كتير عشان تعرف تتكل.
لما تصلي كتير تعرف تفكر، ولما تفكر تلاقي نفسك بتعرف تصلي. بمعنى ايه؟ لو شلنا الصلاة قبل وبعد التفكير المخ يفرقع. لو حصرت الفكر بالصلاة تلاقي المخ لذيذ وهادي وبيفكر صح. انا مش بقول لك وقف دماغك يعني ما تفكرش خالص، ما حدش هيعرف يعمل دي، لكن هتفكر بحدود. هتفكر وانت محاصر بأمان ربنا. هتفكر وكأنك طفل ربنا شايله على كتفه وبيسرح بيفكر. فكر براحتك ساعتها. تاني تدريب: لا تعتبر خطاياك معطل للاتكال، بل مصدر للاتكال. يعني ايه؟ مشكلتنا ان احنا لما بنغلط، مثلا انت بقالك يومين 3 ما بتصليش، وانت واقع في شهوات بايخة مخليك مش طايق روحك، يوم الشيطان يكمل لعبته الخبيثة ويقول لك، وتفتكر مع الحالة دي ربنا ممكن يسمع لك، وتفتكر يعني اللي زيك ده ينفع يخدم ولا يروح السماء. على فكرة بقى الضعف ده هو مجال للاتكال. ليه؟ لأنك اكتشفت قد إيه إنك صغير وضعيف. يبقى الحل الوحيد إنك تقول له: يا رب ما أنت عارف أنا فعلا صغير وضعيف ومش عارف أطلع نفسي من اللي أنا فيه. أنا أصغر من إن أنا أوعدك إن أنا أتصلح أو أغير في نفسي حاجة. خلاص، ما تنتظرش مني كتير، شيل بقى الشيلة كلها. فما تسيبش خطاياك تعطل اتكالك، خليها ايه؟ مصدر من مصادر الاتكال. ثالث تدبير: دايما نتكلم كلام في رجاء، في نغمة الأمل والثقة. خلي بالكم اللي احنا بنقوله بيغذي دماغنا وبيغذي دماغ اللي حوالينا. فلو انا جالي حد وبقول له ما تخافش هتتحل، بيشم نفسه، كان محتاج يسمع الكلمة دي. طب ما ربنا يا أخي قايلها لك 100 مرة في الإنجيل، بس عاوز يسمعها تاني. لما أنت تقولها لنفسك وللي حواليك ويفضل دايما كلامك إيجابي، ده ماشي مع روح الاتكال. في واحد بقى إيه دايما كلامه سلبي، ده شكلنا بكرة مش هنلاقي ناكل، ده هي الخدمة قريب هتقفل، ده الظاهر ما عادش في حد عدل، ده أصله ما شفتش كاس العالم. ويفضل بقى الكلام كله إيه؟ سلبي سلبي. طب ما هو انت في الاخر بتعذب نفسك بالطريقة دي. يبقى استخدم دايما تعبيرات فيها اتكال ورجاء. فعل امر اخر موجود في نفس الموضوع لما بيقول القي، بصوا التعبير ده جميل قوي: القي على الرب همك فهو يعولك. ودي لازم تتخيلوا يا جماعة زي واحد معاه شنطة تقيلة، شنطة تقيلة فوق دماغه او فوق كتفه، جايبه له وجع دماغ ووجع ظهر. ببساطة بيعمل كده، بيرميها، وهو ربنا هيشيله مش هيشتكي. لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد. فالإلقاء ده، إنك تحمل على ربنا، ده شيء ممكن يبقى تدريب. حول كل هم صلاة، حول كل هم صلاة، ووقف تفكيرك فيه بعد شوية. يا رب في موضوع كبير اسمه كذا عليك، خلص، والملف بتاع الموضوع ده عليك، خلص. ولما تلاقي مخك هيرجع يقلب المواضيع، تبص لربنا تقول له: مش احنا اتفقنا؟ موضوع عندك مش عندي، خلص. فده كل دي تدريب، جزء كبير منها ذهني. خلي بالكم، يعني هو صراع داخل الدماغ، ازاي توقف دماغك. فعل امر ثالث على نفس النسق والنغم: سلم للرب طريقك. يبقى واضح انه مرة قال اتكل، ومرة قال القي، ومرة قال سلم. كلها افعال وصايا، امر: توكل، سلم، القي، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. يعني هتعدي، اي حاجة هتعدي، ما تقلقش. ابدأ كل عمل بشكر وكأن العمل هيمشي كويس. يبقى اي حاجة تدخل فيها: اشكرك يا رب انك ايدك معايا، اشكرك انك انت مبارك، اشكرك انه كله هيقلب